احمد اسماعيل هيكلمك. هو هيقول لك اللي انا عايز اقوله لك. محمد الضرابي على النص هيقول لك اللي انا عايز اقوله لك. اتفضل. لو في تعليق في مايك او نكمل يعني حاجه من لو التعليق اديله المايك. لا خلاص. هي بعض الاخطاء النحويه فده متوقع بعد كده ان شاء الله هيروح لوحده ان شاء الله. شكرا استاذ محمد المرابي، شكرا استاذ احمد اسماعيل. ما تخلصيش البكا قلبي بينزف ضي، وما تحرميش الوجع من نبض كلمه اي. ما تخلصيش البكا قلبي بينزف ضي، وما تحرميش الوجع من نبض كلمه اي. كل الحروف بايره محبوسه في الدايره، وانا قلبي من حريته ميت وعامل حي. احمد اسماعيل. الحقيقه انا عندي قصيده كنت كاتبها عن بورسعيد، حابب اقولها يعني قديمه شويه. اسمها لساني بحبك يا مدينه. مولود على شط ورمله وكسر خمول، وخلاص اتعبى في كيس واتحدى في البحر مع المجهول. شبيت جوايا جزيرة من المتاهات، وفنار بيشد مراكب قلبي ترسى بات. من غربة لغربة بعبي جروحي منقوع قول، واستنى عقارب وقت تشاور على الدقات. استنى المد الجزر الجد الهزل بأي مسمى تفك الرملة زراير خوفها وتعلن عن تحقيق الذات. يخرج من ودع القلب رسول يصرخ في الدنيا بعزم القول عن عيل فات الدرس ونط السور وندهله البحر فطار. يسحب في الغزل مع الشطار ويملك كف يعبي الشنطة بالسردين. عن عيل شين راسم في شوارعك شكله وروحه للعاشقين، للبت العشقة للمواعيد، للكسرى العدلي لحارة العيد. وما كانش سعيد فيلف خيوط الليل على روحه ويدور على سلك وموال، على طبلة بتبكي وصوت أوال، على كوثر صابر حسن العشري وكامل عيد. وما كانش سعيد وعقارب وقته تشاور على قلبان الحرة المرة الجرة شباب الورد يبيع في البان، أو تجري تهرب في جمالك، أو تلبس بالة وتتهالك. وهناك الليل مليان غربان، وبرغم المر أنا بتباهى من يوم ما نادتني النداهة، وشربت المية من السقة، وأكلت سويت من غير دقة، ودخلت السينما بنص ريال. الأهلي ومصر والكرسان. مش ينفع أقول عنك وصراعات، ولا ينفع أقول عنك الجنة ما بين الناس نزاعات. طب إيه رح أقول عنك ليا؟ ما هو عنك مرسوم جوايا وبيطلع يظهر في عينيا. كمان ترجمته ماهوش كلمات، عارف أوقات بلقاك صارم، وأوقات بلقاك شاعر حالم، وأوقات بتكون فاهم عالم، لكن جوايا ما يلزمهوش غير إنه يشوفك قلب، لأن يشوفك قلب بشوش، ويشوفك صلب ومتعافي، وحنانك ستر على كتافي ومدفي الروح.
طب ايه رأيك لو اقول بابا؟ ضرفت من قلبك سال على الكون طيب خير وطيابة، وحنانك واضح مش خافي. طب ايه رأيك لو اقول حبيبي وبناتي؟ الناس هتصدق دمعاتي، هيمدوا كفوفهم يدعوا لك. لو هكتب عنك مش عارفة هكتب ايه؟ الصمت كلام، لو اقوله الناس هتقول بكذب، لكن اقول علشان احبابك ربنا يشفيك وتتعافى وتعدي الصعب وربي ينجيك. شكرا استاذه فاطمه البيك. انا شايف معايا اسماء هنا، يعني انا اعرف اغلبها طبعا، بس انا شايف اسماء اول مره اشوفها، فانا حابب ان انا نسمعها. مكتوب شريهان، شعر شريهان، تعال اتفضل. دي قصيدة غزل صريح كده، قصيدة غزل صريح. طبعا الاستاذه فاطمه يعني على فكره يا جماعه، يعني انا بدعو الحضور نيابه عن الاستاذه فاطمه والاستاذ احمد اسماعيل. احنا عندنا دعوه، يعني بيستاذن الاستاذ محمد المغربي علشان الندوه بتاعت يوم الجمعه. فانا بستاذن حضرتك ان في ندوه يوم الجمعه، دعوه من الاستاذ احمد والاستاذه فاطمه باسماعيليه في البلاجات، الدعوه لكل الحضور. فاللي عايز ان شاء الله، احنا رايحين 3 عربيات فممكن نكتر. اتفضل يا شباب. ليلى طبعا، ليلى ابداعيه شعر في معيه الكبار، وفي عزف وفي اغاني ان شاء الله. شريهان اتفضلي. هو طبعا مش شعر مختلف هوية. بحبك حبيبتي، بحبك حبيبتي ويمكن دي صدفة، بحبك حبيبتي بكل المعاني، وحبك بيحكي كتير من الحاجات، وهاخدك في حضني، وهاخدك في حضني لعدة ساعات، ونبضي في قلبك هيحكي روايات، وخوفي عليكي وخوفي عليكي ده يمكن أناني، وطير في سماكي هيطلق عنان، وهخطف ألامك وهسرق دموعك، واسيبلك فرحة رصيدها ما يخلص، وديعة في حياتك، وبتمنى اشوفك بطرحة زفاف، وفستانها مغزول سعادة وأمان وراحة وهدوء، ووصيه وصية يا آخد وريدي، هسيبلك هدية عاملها بذوق، في زعلك يبص في عينيكي يروق، وتبقي في حياته كل الوجود، يخطط لفرحك لأبعد حدود، يكون كل همه يضحك عينيكي، وليله ما يكمل إلا وإيده في إيديكي، ويبني لحياتك جنة ملاك، ويزرعها حب ويطرح سعادة، وبركة حياتك تكون في زيادة. جميل طبعا، شكرا لأستاذة شريهان. هنسمع بقى طبعا دلوقتي بتاع من روان سمير. برضه مكتوب شعر. إلقاء روان، إلقاء شعر. هلقي قصيدة للشاعر هشام الكخ بعنوان تأشيرة. أسبح باسمك الله وليس سواك أخشاه، وأعلم أن لي قدرا سألقاه، وقد علمت في صغري بأن عروبتي شرفي وناصيتي وعنواني، وكنا في مدارسنا نردد بعض ألحان نغني بيننا مثلا بلاد العرب أوطان وكل العرب إخوان، وكنا نرسم العربية ممشوقا بها مثل له صدر يصد الريح استعب،
أوطاني وكل العرب إخواني، بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني. وحين كبرت لم أحصل على تأشيرة للبحر، لم أبحر وأوقفني جواز غير مختوم على الشباك، لم أعبر. حين كبرت أنا وهذا الطفل لم يكبر. تقاتلنا طفولتنا وأفكار تعلمنا مبادئها على يدكم أيا حكام أمتنا. ألستم من نشأنا في مدارسكم؟ تعلمنا مناهجكم؟ ألستم من تعلمنا على يدكم بأن الثعلب المكار منتظر سيأكل نعجة الحمقى إذا للنوم ما خلدوا؟ ألستم من تعلمنا على يدكم بأن العود محمي بحزمته ضعيف حين ينفرد؟ لماذا الفرقة الحمقاء تحكمنا؟ ألستم من تعلمنا على يدكم أن اعتصموا بحبل الله واتحدوا؟ لماذا تحجبون الشمس بالأعلام؟ تقاسمتم عروبتنا ودخلا بينكم صرنا كما الأنعام. سيبقى الطفل في صدري يعاديكم، تقسمنا على يدكم فتبت كل أياديكم. أنا العربي لا أخجل، ولدت بتونس الخضراء من أصل عماني، وعمري زاد عن 1000 وأمي لم تزل تحت. أنا العربي في بغداد لي نخل وفي السودان شرياني، أنا مصري موريتانيا وجيبوتي وعمان، مسيحي وشيعي وسني وعلوي ودرزي. أنا لا أحفظ الأسماء والحكام استرحل، سئمنا من تشتتنا وكل الناس تتكتل. ملأتم ديننا كذبا وتزويرا وتأليفا، أتجمعنا يد الله وتبعدنا يد الفيفا. الآن نستمع إلى نجم بورسعيد الأستاذ محمد عبد القادر. عباس. والله احنا كنا عايزين ندي مساحة للناس، بس طبعا أحمد إسماعيل طول عمره يناكف فيا كده من زمان الزمان، لكن بنكفى جميله. أجمل مكان الوطن اللي ما فيهش لصوص، واللي ما فيهش جاسوس، واللي ما فيهش لصوص بتبرق المحتال وتغرق المتعوس، واللي ما فيهش جلوس على كرسي بالتزوير، واللي ما فيهش كبير بيدوس على مفروس. أجمل مكان الوطن اللي ما فيهش كلام أكتر من الأفعال، واللي ما فيهش زحام على صبر زي الرمال، واللي ما فيهش أمال في صوابع الأندال، واللي ما فيهش وساطة وما فيهش ناس طبقات، واللي ما فيهش بساطة يضحك عليها زوات، واللي ما فيهش اخوات بيقتلوا في اخوات، واللي ما فيهش الموت والعيشة بالاقساط. أجمل مكان الوطن اللي ما فيهش دموع على هدمة أو من جوع، واللي ما فيهش ضريبة على حلمك المشروع، واللي ما فيهش جذور ما طلعش ليها فروع، واللي ما فيهش النور عز الظلام مقطوع، واللي ما فيهش لقيط بيعملوا له اسبوع. أجمل مكان الوطن اللي ما زلش عزيز ولا مشى على العكاكيز، ولا خلى صور الشواذ متعلقة في براويز، واللي ما فيهش النخيل أرخص من الجماميس، واللي ما فيهش طابور للمرضى والعواجيز. أجمل مكان الوطن اللي ما فيهش الناس جنب الحيطان
بتبول، واللي مفلوش حراس على كل باب مسؤول، واللي ما فيهش مداس تحت القدم منحول، واللي ما فيهش أساس للمعدة غير الفول، واللي ما فيهش التماس للرحمة غير مقبول. أجمل مكان الوطن اللي ما فيهش السيف على رقبة المحروم، واللي ما فيهش الكيف ممنوع ومش معدوم، واللي ما فيهش الرغيف معدوم عشان مدعوم، واللي ما فيش تزييف لتاريخه بالمعروف، واللي ما فيهش خروف بيناطح السياف ومسيب الحلوف يركب على الكتاف، واللي ما فيهش عريس اتوفى ليلة الزفاف، واللي ما فيهش عريس اتوفى ليلة الزفاف. أنا اسمحوا لي أعتذر لكم جميعا لأن أنا أزف الوقت عشان أسافر. ولكن يعني الحبايب كتير اللي قدامي اللي أنا عايز أسمعهم، وكان نفسي أسمع أستاذي الأستاذ محمد الغرابي ومجموعة كبيرة قوي وأستاذ أسامة، ولكن عذرا محمد فاروق تعرف السفر العواجيز اللي زي مرهق يعني. كلنا فأشكركم جدا جدا واسمحوا لي إن أنا أستأذن بعد إذنكم. خليه يقول كانت ليلة جميلة، كل سنة وأنتم خليه هو يقول قصيدة. كنا متعودين نسمعك في الفصحى. لا فصحى موضوع تاني. متعودين نسمعك في الفصحى. شكرا يا استاذ اسامه. خلينا جلسه ان شاء الله ونقول لا ونقول فصحى. من مسرحيه كنت كتبتها في 2012 اتعرضت على مسرح رشدي، مسرح العائد في القاهره، كانت اسمها حضنك يا وطن. كانت الفرتيره بتاعتها بتقول ايه يا محمد فاروق عشان انت عايز تسمع مني قبل ما امشي؟ طبعا. بتقول سكك 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 كل الخريطه سكك يا قدسنا يا مسجون، بقينا كام مليون مترصصين على الدكك. سكك 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 كل الخريطه سكك، امشي اروح على فين؟ نهر الفرات بقى طين، إن دست أو خطيت عظم العيال شكشكك. سكك 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 كل الخريطة سكك، قانا ودير ياسين لحم الغلابة عجين، والجاني معروف مين يا وطني مين فككك. سكك 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 كل الخريطة. أشكركم واسمحوا لي أستأذن. أشكركم جدا، شكرا جزيلا من المقابلة الجميلة. لسه مكملين والله. ماشي مكملين. سلام. استاذ سمير تيجي حضرتك تفضل. اتفضل يا استاذ نبيل. عم الناس قايمه تتصور يا جماعه في شارع، ولا كاننا في الساعه اصلا. انا مش عارف انا ارجو ان الكل خلاص بقى احنا الندوه احنا تستكمل. فونسيه اصلا. اتفضلوا مع الاستاذ نبيل المصري. اتفضل. السلام عليكم. الراجل بيصور اهو قاعد. الناس داخله جوه المنصه عشان تصور. ايوه يا استاذ محمد. انا حته عاميه صغيره وحته ثانيه فصحى. انا بحب الفصحى قوي. سألني الليل بتسهر ليه؟ بحبه يا ليل بنادى عليه، وبالإحساس ده قلبي معاه، بدوب في هواه وبتمناه يعيش جواه. بحبه يا ليل بحب عينيه تبص عليا، وساعتها بتقول كلام يا عين عليه. أنادى عليه بكلمة وقلبي يدق من فرحتي بيه. بحبه يا ليل وبكتب له، ونفسي ألغيه واحلم بيه. عز النوم ابص الاقيه بيضحك لي وينده لي،
ارد عليه بكلمه حب، اقول له بحب، من الحب يا عين عليه، وبتقول لي يا ليل بتسهر ليه. فصحى بعنوان تائه. أمسكت بقلمي بحركة مستيرية لم أعهدها من قبل، ولكني وقدت القلم يصرخ عاصيا متمردا. وعندما استسلم لأناملي وبدأ ينزف ميلاده وجدت الحروف خرصاء لم أسمع لها صوتا، فقد تجمدت الحروف فوق السطور. لغمت أشلائي ونظرت في مرآتي وتمتمت وأنا أبتلع أنفاسي، هل أنا بخير؟ أبصرت صورتي بها آثار السنين على وجهي وقد احتل الشيب رأسي. كاذب أنت أيها الشيب، كاذب أنت أيها الشيب، إنك لا تمثل عمرا إنما تمثل أوجاع السنين. ونظرات شاردة عابسة وحنين تكسوها الحيرة والشجن، وكأنها حائرة بين الأيام والسنين، بين يومي وأمسي. أنا أرتجف وأبحث عن نفسي التائهة بين الحنين والشجن في غيابات الزمن وآهات الدموع، لعلها تعيدني إلى مضاري، ولكني أجدها تائهة عائرة، وما زلت أجمع نظراتي بين السماء والأرض. شكرا. شكرا أستاذ نبيل. الذي بقى الأستاذة أميرة الكيكي. مساء الخير. احنا هنقول حاجة كوميدي خفيفة بس شوية. وبناء عليه يا ريس، أنا تعبت يا أخويا ومش قادرة أستحمل. إيه؟ مالكوا؟ مخضوضين كده ليه؟ هو أنا يا أخواتي قلت حاجة غلط؟ ده إيه الغلب ده؟ طب اسمعوني الأول وبعدين احكموا عليا. أقول لكم اسمع أنت كمان يا ريس. الواد أشرف ابني أولت امبارح اتنفض كده وفرد صدره اللي شبه صدر الفرخة الشمرط الناقصة علف، وقال لي يما نفسي في لساني مش متعود. طب الأمر لله من قبل وبعد. هقول أهو استغفر الله العلي العظيم. قال إيه؟ خير اللهم اجعله خير. الواد نفسه في دقية ورق عنب. دقية خدتوش بالكم انتم؟ وانت يا ريس سامعني يا ريس؟ الواد المظبوط عايز دقية ورق عنب. قال يا موكوس دقية دي تأكل مين ولا مين؟ على رأي الحاج كوهين استر تاكل وليش ما ياكلش؟ ده انت يا واد تزلط الدقية دي كلها في بقك مرة واحدة. قول لي عايز تشطف صدقك ده تشط من غير مية يلبسك في نافوخك بعد الشهر. المهم انا نفسويتي حست عليا قوي وقلت يا بنتي يا اللي تتشكي في نن عينك وماله. الواد نفسه راحت لورق العنب اللي عمره ما حبه ولا كان بيطيق ريحته. اجي انا احرمه منه لو نبى النبي ما يكون ولا يحصلش ابدا. المهم شمرت جلابيتي وشديت الرحال على السوق وانا منفوشة الريش بلا خيبه ومحفظتي عمرانه بمصروف البيت. قلت اخزن التلاجة اللي بتعاني من الفضاء العاطفي من نص الشهر اللي فات. ورحت لك يا ريس عند الواد فجله الخضراتي واتفردت كده وبمنتهى العنطزه قلت له بصوت شبه الطاووس اللي بينعر هات لي يا فجله كيلو ونص ورق عنب بس يكون صابح ويكون بناتي. عارف لو عجايزي انت حر هلفك فيه زي الكفن. الواد يا اخويا يبص لي ويبحلق عينيه ده قلع عينك يا واد وعمل لي زي الاسطوانه المشروخه كيلو ونص. متاكده يا حاجه في عينك يا موكوس. ايوه يا واد ده يا دوب تقضينا. الله اكبر الله اكبر على عينك.
مش القصد، انا مالي، كيلو ونص كيلو ونص. يا اختي يا ندامه، مال الواد فاشخ حنكه كده ليه؟ يا اختي مش هتلموا واساله مالك ياض؟ لا ازاي؟ علشان اكمل الوكسه والخيبه اتنفضت كده زي الديك اللي مستحمي وقلت له وهات لي معاه 5 كيلو طماطم. يا اختي الواد ما تقولش عبده حنش، واقف يتلوى ويبص يمين وشمال كاني هموته وبيستنجد حد يحوشه مني. 5 كيلو طماطم ولا 5 طماطميات؟ يا لهوتيني ليه يا اخويا؟ احشي المحشي ب5 طماطميات بس. خلاص خلاص بلاش زق، بس تكونيش ورثتي يا حاجه. هورث مين يا اخويا؟ ده انا حد في عيلتي ثروته ما تجيبش دكر بط بلدي. امال ايه يا خالتي؟ ده خوت شخوتك يا واد انت، هتبقى من عيلتي عشان دقيقه ورق عنب؟ ما هي كده تبقى الحاله بغداده. ما عندكيش بنت اتجوزها؟ ده نسبكم يشرف. جرى ايه يا واد؟ نسبنا يشرف عشان دقيقه ورق عنب؟ باين لك اتعتهت يا جرجير. فجله يا خالتي. لا جرجير، انت يا دوب عود جرجير، جرجير بس دوق محشيكي. جاتك خابط في نافوخك، هات الحاجه هات وقول لي حسابك كام. قال يناسبني، قال وابوك من الطين غارس في الارض من شهر مش عارفين يطلعوه. قال يدوق محشيه، قال دمك لما بتطبخ بزيت بتعمل ليله لاهل الله. هاتك خابط في نافوخك وخد ال 100 جنيه دي، خد حسابك وهات الباقي. وفجاه الواد يا ريس مسك الفلوس من هنا وصدره اتنفخ، تقولش ديك رومي، وصوته اتحول للحاج زكي رستم. 100 ايه يا هبله؟ ايوه يا اخويا انا اتهزقت واتهمت بس ما سكتش. متريليوس يا اخويا وفتحته. هي مين يا ابن التيت؟ ما معكش فكه تقف زي الجزمه قدامي وتقول لي وانا افكلك يا معفن يا جربان يا بياع الخضار الحمضان، وكمان تفكيلي؟ هتفكيلي ايه؟ هتفكيلي ان شاء الله سماويل نافوخك. انا حسابي 400 جنيه. وعلى راي هنيدي باشا، هي مالها بردت كده ليه؟ اكونش جعانه. 400 جنيه ليه؟ اشتريت نصيب امك في بيتكم؟ لا يا اختي، اشتريت كيلو ونص ورق عنب ب 300 جنيه و5 كيلو طماطم ب 100 جنيه. طب حضرتك ممكن اخد ورقه عنب وطماطميه النهارده علشان خاطر ابني، واوعدك اول ما اقبض الجمعيه هاخد منك الباقي. انا ساكنه البيت اللي قدامك، انا ام الواد اشرف الريس. شكرا أستاذة أميرة. والآن عودة إلى الشعر وجيفارا بورسعيد، الشاعر القدير محمد فاروق. اسلم معاه ولا اصور حتى صوره وانا قاعد مفيش اي حاجه هناك. السلام عليكم. كنت اتمنى ان الناس اللي قالت ان هي تفضل يعني، ولكن كالعاده ان احنا الناس اللي بتقول خلاص اخذت الصوره بتاعتها واخذت بعضها ومشت. ارجو من الساده الاعلاميين يعني الناس الموجوده، الراجل بيصور وهو قاعد، الراجل بيصور من بعيد، في ناس بتيجي لا هقف واتصور مع ده واتصور مع ده وبتخل بالامثال. فاحنا في رحاب الادب، ارجو ان الكل يتعامل بده. طبعا البنت اللي قالت انا جانا كان نفسي ان انا اقول لها حاجات، بس هي ده مشت خلاص، هي براحتها. فاحنا نبدا من شاهند او اسمها شريهان موجوده. شريهان يمكن شريهان قالت نص يعني معظمه موزون خلاص، في اماكن بس اللي فيها كسر، ونص يمكن كنت اقول ان هو بدايه كتابه العاميه لاي شاعر بيكتب نص بحبك. كان نص بحبك 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 كله كتب على هذا منوال النص. فباذن الله لما تقعدي معانا على النص ويبقى فيه تصليح حتى عشان الايقاع عندك وان انت تبقي موجوده، انت قدمت نفسك ان انت هاويه، باين صح قلت كده؟ خلاص تمام. فاحنا كلنا في هذا المركب يعني.
الاستاذ اللي قال استاذنا مين؟ استاذ نبيل مشكله الفصحى مشكله كبيره يعني. ان اي حد يطلب المنطقه دي يعني لازم يبقى معاه كده شنطه ادوات، مش مجرد الفكر او المعنى اللي احنا بلغتنا العاديه او اللهجه اللي احنا بنتكلم بيها. اقصد اللغه والنحو والصرف والبلاغه، ونترك العروض يعني حتى لو كتبنا كلام نثر حتى. فالموضوع يعني لازم، وحضرتك قادر على ده ادام انت محب للفصحى. انا كتير جدا. لا ما تقولش ده كتير. انا اتفضل. هذا نادي أدب. لا عشان نسمع. طيب هذا نادي أدب. أتينا هنا كيما نتعلم، لم نأتي هنا لكي نعلم. نحن لم نزل نتعلم حتى اليوم. عضو نادي الأدب أو المنتسب إليه في هذا النادي فوق رأسنا جميعا الخطأ النحوي ليتقبل النصيحة والنقد. أنا الشخص سيد منصور لو أنا شايف نفسي إن أنا طب، أجي ليه؟ ما أنا أستاذ. أجي ليه؟ علشان أتعلم وأعرض. طالما جئت هنا لأعرض فلأتعلم ولا أحتك ولا أستمع ولا أتناقش في خطأ. هناك من يفوتون علما بكثير 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 نتعلم منهم. الشاهد أستاذ نبيل، أنا أقدرك وأحترمك وأنت فوق دماغي أستاذ طبعا. هي مش معادلة قول لي، لا قول لي ديت، تعالى لي أنا بقى بعد الأمسية نجلس سويا لنتعلم سويا. أتعلم منك وتتعلم مني. لكم مثال. هو يمكن مش اعتراض صح؟ انت عايز تعرف نقص عليه. لا هو هنقعد هنظبطها وهنبقى زي الفل. انا عاجبني، انا بس عايز ايه؟ بعد اذنك انا يمكن اصغركم واقلكم كمان، بس انا اقصد ايه بس؟ لا والله انا عايز اعمل منهاج كده ان احنا بعد كده باذن الله نرجع كالعاده. يعني احنا النهارده بنقول رحلوا وما زالوا، وانا انا شخصيا يعني اتعلمت على الترابيزه. فانا نفسي ان ده يرجع باذن الله ده تاني يعني فكره الناس تقول يعني بالله عليك شابه صغيره في مقتبل عمرها جنى 13 سنه مثلا او 14 سنه فعايزه تتوجه، انما هي جت عشان اخد يعني اقول اللي عندي واخد بعضي ومش هقول النوايا خلاص. طب هتفضل على كده؟ لا. فاحنا ده اللي لازم مننا يعني حتى الجيد نبينه. يعني النهارده استاذ محمد عبد القادر قال القصيده عباره عن مقاطع كده. اجمل مكان في الوطن، صح؟ اجمل مكان الوطن. اجمل مكان الوطن ومكتوبه بتكنيك. التكنيك اللي مكتوب بيه يمكن هو انا التكنيك الموال البغدادي ده. اصلا الموال البغدادي ساعات بيبقى فيه خمس ابيات ورا بعض قافيه واحده وتبقى القبل الاخيره اعرج. وقالوا ان اتواجد ان الخمسه بيبقوا موجودين ونفس القافيه، ولكن ده نادرا او صعب لان تملي العرجه بتعمل الايقاع. خلاص النهارده وصل بانه هو يوصلنا ب5 قوافي متتاليه
ان مفيش رتابه، ان احنا عايزين نسقف له بعد كل قفله. فده الجاي، ده اللي مش مطروق، يعني ده مش موجود. مين قال تاني؟ انا يمكن انا اللي مش متذكر. مين؟ استاذ نبيل؟ مين تاني؟ حد تاني؟ نيجي بقى الاسم. اسمك ايه؟ ايه؟ رواية. بصي يا رواية، احنا كنا في أمسية قريبا، كنا فين؟ كنا في دمياط الجديدة. خلاص؟ فواحد عايز، انا بقول له انا عايز اسمع القدامى، احنا مش جايين نقول، انا عايز اسمع اللي موجودين. فبقول له ده لسه ما قالش. قال لي لا ده سيبه يا عم، لا انا عايز اسمعه. قال لي اصل هو مش بيألف، ده بيلقي بس. فطلع قال قصيده لهشام الجخ التأشيري. خلاص؟ بس مش كده وبس، ده حافظه بحركاته بالصعيدي، عنده لدغه كده في لسانه بيقولها بحركات ايده، بيقلده كله، بيمثل. فانا اتكلمت معاه يعني على اساس ممكن يكون هو صعيدي حتى، اتلقيت لغه مختلفه خالص. فقلت له طيب بص، انا اوعدني المره الجايه وانا هجيلك دمياط مخصوص، بس تكون قايل قصيده من تأليفك، مش انت بتكتب شعر؟ قال لي قلت له طيب توعدني ان المره الجايه اسمع قصيده من تأليفك مهما كانت، فوعديني بقى ان المره الجايه اسمع قصيده من تأليفك باذن الله مهما كانت باذن الله. تكتبي؟ ده هي محبه، ده هي بتقول بروحها، ده هي بتقول بروحها. بتحب الشعر بقى. ماشي، اتفضل يا استاذ محمود. استاذ محمد بقى يسمعنا. الحب أبعد للقلوب عن قرب، الحب أبعد للقلوب عن قرب، والبعد بيقرب قلوب تهواه، زي القريب قال اقتلوا يوسف، أما الغريب قال كرمي مثواه. مع ان الموانع كلها واقفة قصاد مني، هشيل حملك على حملي واخبيكي في ظهر العمر واتصدر، وبدل هدمتين الجو لاجل الجو يتغير، فتنتبهيلي وتفوقي وانا جنبك. حقيقي الذنب مش ذنبك في وسط علاقة مش عذري، ولكن وسط كوم أعذارك الفاضية تملي بترفضي عذري، وأنا واحد في وسط مسائلك الصعبة ملوش مطرح. وكل ما تجمعي مني في عز الشدة كنت أطرح، وأنا صابر وأنا راضي وأنا حسك، عشان كان نفسي اشوفك مرة متصالحة مع نفسك، فتاخد الحمل من ظهري. وعز ما كنت محتاج لك اخدت من القطر منديل بلون دمي، وخطيت العمى الراضي. فكان عادي يكون الورد في الحضرة قصايد حب في عينيكي، مدام موشوم على قلب انه حبك بس. ولو مرة ايديك تجس
تلاقيك بيني بين رجليكي متدفي ماهوش خجلان ولا خايف. فمش عايزك تحبيني وظنة فيا ظن سوء، ولا توضيني من الحوجة عشان استقبل الحبل اللي بيكسر نفس ممدودة على مخلوق ضعيف غلبان مفيش تفاصيل تفرق همه من همك. فايه لو تختشي مرة على دمك وتديني فرص فيكي، تعدي فيا انفاسك فيرجع للوجود نبضه، ازيح احزاني واتعكز على بابك كما الدرويش، اضم وريدي في وريدك فيرجع للشتاء ريحته ويرجع للي مات محياه، وعيش اتزكى بالاحساس عشان وصلك لوجه الله، وصلي ركعتين الشكر في رحابك بقلب نضيف، واشوف وشك بيتبسم وخجلك لسه في خدودك كنور الشمس عز الصيف. انا فلاحك التايه وبتنشأ على الميه، بداري بين شقوق الطين اسغطانك، وخب في وسط قلب الجرح، بعبي النقطة جنب النقطة لجلحية، عشان السر في المية ماهوش في الطرح. شكرا. ماشي اتفضل استاذ عادل. طبعا انا بشكر كل الحضور، كل واحد باسمه، وعلى راسنا طبعا اساتذتنا الكبار الادباء الكبار، استاذ محمد عبد القادر اللي شرفنا، واستاذ رجاء ابو عيد، واستاذ اسامه المصري، وجميع الحضور اسما كل واحد باسمه. ولكن عايز اوجه الشكر لمحمد فاروق شعر قصيده على اللي عمله قبل القصيده، ويمكن انا اقدر اكتر حد اقدر احس ده. محمد فاروق يعني لو قلنا الحب بيتجسد في اللي هو قاله، مش العادل الشربيني، الحب بيتجسد للادب وللحاله الادبيه. الراجل ده لما طلع وقال الكلمتين دول عايز زي ما قال يرسخ لحاله رجوع عوده الادب لحالته الطبيعيه للترابيزه. كلنا اخوات، نادي الادب ملك للجميع، لازم نتناقش. يعني هو فتح الحوار عشان تبقى سنه نمشي عليها، ان احنا بعد مش نسمع وخلاص ونمشي، لا، يبقى في نقد، يبقى في كلام، نتكلم على حاجه. يمكن مثلا هو لا ده ما اتعملش، فهو يعني عمل ده بمبادره شخصيه، فانا بشكره جدا على ده، وان شاء الله هنستمر في ده بعد كده باذن الله. شكرا استاذ عادل. عوده للادب، الاديب والناقد والمسرحي الاستاذ اسامه المصري. هو بس في ملاحظه صغيره بس عايز اقولها، ان في فرق ما بين الندوه الشعريه والاحتفاليه. الاحتفاليه الناس بتقول بس ما بتنتظرش رد افعال او تعقيبات. انما الندوه وده اللي احنا محتاجينه طبعا زي ما قال عبد الشربيني اهم بكتير. فنتمنى ان السنه اللي بيحاول يسترجعها محمد فاروق انها تبقى هي القاعده الرئيسيه، وليست ان الناس تقول شعر، لا، الناس تسمع الراي في الشعر، لان ده اللي بيعمل تطوير. فالنهج القديم اللي موجود في اماكن كتيره ان الناس تقول والسلام عليكم، ده بيعمل ركود في حركه الابداع. الناس ما بتتعلمش. لازم الناس تتعلم دايما بالاختلاف مش بالاتفاق. لما بنختلف بنتعلم، لما بنتفق ما نتعلمش. يبقى لازم دايما يبقى في اختلاف. اتمنى وده بقوله استاذ عادل الشربيني كرئيس مجلس اداره ومجلس الاداره نفسه، ان دايما يبقى فيه ندوات مستمره للتعليق والمناقشه. ده اهم بكتير من سمع الابداع، لان كل الناس ممكن تقول، لكن ازاي الناس تتعلم دي مساله صعبه جدا. فانا سعيد باللي عمله محمد فاروق، بس كنت اتمنى ان يبقى واخدين بالنا من الفرق ما بين الندوه ده محتاجينه والاحتفاليه. لا، كان في احتفاليه بالاستاذ قاسم عليهم. لا، هو احنا مقسمين اليوم النص الاولاني الاحتفاليه والنص الاخر
ندوه ادبيه متنوعه. انا والله عايز ارد بس بعد ما يخلص. اوكي انا بس بنبه للجزئيه بس الصغيره اللي انا بتكلم فيها مع علي الشربيني. الاختلاف هو اللي بيعمل تطوير. لو ما كانش في اختلاف يعني لما الاستاذه رجاء تقول شعر ونختلف معاها يحصل تطوير للاستاذه رجاء. لو قلنا حلو وكويس ما يحصلش تطوير. فالقاعده ان يبقى في اختلاف، مش الناس تزعل ان لو مثلا غدا وعيد قالت فقلنا فتزعل. هنا الخلل اللي بقاله سنين عندنا بشكل سيء جدا. وتعبت من طول المسافة وكرهت اشوفك بس في الاحلام يا بورسعيد يا ساكنة في الحافة. الشوق اداني فلبستلك احرام ووقفنا على شطك حزن صلينا وغسلنا القلوب ربك وخلقك معجزة كل اللي زارك جاي يتوب. ويا بورسعيد قبلت نضال والحب ليكي صار عبادة. ويا بورسعيد صدق اللي قال في الأصل اسمك بور سعادة. شكرا استاذ اسامه. اتفضل يا استاذ محمد. هو ده موال نوع من انواع الموال الرباعي اللي الاستاذ اسامه قاله. تعقيبا على كلمه صغيره يعني مش عايز طبعا الاستاذ اسامه قال طبعا حقيقه ان الفرق ما بين الندوه او الجلسه او الامسيه ودي حقيقه. النهارده كان في نصين الاحتفاليه بالاستاذ ياسم عليه وبعد كده الندوه العاديه وان كان اختلفنا خلاص. طبعا اتفضل استاذ. وان كان اختلفنا في المسمى فهنوصل لنقطه اتفاق ان لو حتى دي امسيه ما لهاش تعقيب كان اكتر حاجه بتتقال ان اسمع اكتر ما تقول واقرا اكتر ما تكتب. انت القصيده دي او القصه دي كتبت فيها قريت فيها كام كتاب. واسف ان انا هرجع لاستاذه اميره الكيكي اللي انا غفلتها. انا عمال اقول لكم مين اللي قال فانا افتكرت يعني استاذه اميره الكيكي سمعتنا قصه بالعاميه يعني. فلو كان ليا يعني رجاء عندها وتوجيه ويمكن انا قلت لها ده على المستوى الشخصي يعني ان لو وجهت الطاقه اللي انتوا سمعتوها دي في السيناريو خلاص هيكون افضل. وده المطلوب وده المطروق حاليا في الاسواق. يعني هي الوحيده اللي بتجيب فينا فلوس حاليا لو هي دخلت المنطقه دي لان بتكتب بالعاميه بتكتب باللغه الدارجه. الموضوع قاعد عليه كويس قوي. الامثال الشعبيه باللغه الحاره وده اللي احنا بنشوفه كلنا في المسلسلات الرمضانيه ودي ورش الكتابه بتتبنى على ده. فهي لو وجهت الطاقه الناحيه دي حتى هي كمان بتلجأ في روايتها ان هي بتكتب بالعاميه، بتلجأ في حكايتها ان بتكتب بالعاميه، بتلجأ في القصه ان هي تكتب بالعاميه. فايه المانع ان انا اوجه ده واجيب ملايين يا شيخ؟ طبعا نعملهم جاهز. الأديبة الأستاذة هبة عبد الله. أستاذ محمد عقيل بعد الأستاذة هبة. اتفضلي. اتفضلي. لا هي قصة جديدة بعنوان سفر. جلست جواري بجلبابها المزركش وعصاها الوقورة. نظرة حانية تطل من خلف نظارتها الطبية عتيقة الشكل. بين الحين والآخر تصدر تنهيدة أو تختلس لفتة جانبية قصيرة تتمتم ببضع كلمات
حكمت عليا ننزل البلد، احنا كل يوم والتاني هناك. تحدثني وترسل بصرها لحقول القمح الممتدة على مرمى البصر. تعود في لمحة خاطفة لتلك التي تجلس جوارها من الناحية الأخرى. فتاة شابة فهمت أنها ابنتها من نظراتها الهائمة والتفاتاتها المتكررة، وربما بضع كلمات تلفظت بها، أو لأنها طلبت أن تأكل بمجرد ركوبها عربة الميكروباص. عايزة سندوتشات فول وطعمية، وفرحتها الطفولية عندما التهمتها كقطة شريدة جائعة. حينها أدركت أنها مختلفة عن من هن في عمرها. ربطت السيدة على ذراعي وألقت كلماتها منتشلة إياي من بحر شرودي. نعمة وربنا رزقني بيها. عندي غيرها 2 مجوزاهم. هنعمل إيه؟ الحمد لله. بس هي شاطرة ولهلوبة نفعاني. قطعت الصبية حبل استرسال كلمات الأم متسائلة: هننزل السوق؟ ابتسمت السيدة ملتفتة لي من جديد. بتقابل بنات خالتها هناك. شاركتها الابتسام وأنا أرنو للفتاة التي تتابع حديثنا بفضول. نتشابه في الاختلاف والتفرد والوحدة والابتعاد عن الآخرين. كان هناك ما يكدرني هذا الصباح، ربما هو فنجان القهوة الذي انسكب مني ليسقط على طرف كرسي الفوتيه وتتناثر قطراته على أوراقي، أو ربما بسبب تجاهل جارتي لتحياتي الصباحية المتحفزة كلما تلاقت أعيننا. لا أدري حقا، لكن تلك الحصوات الصغيرة تتجمع لتصبح جبلا ضخما يثقل الكاهن. لا زلت أفرط أيامي بروتينية، كما تعودت أن أفرط حبات الرمان القرمزية في طبق الفاكهة الذي أعده لزوجي، وأرش عليها السكر على لذعتها تخمر. عادت السيدة تواصل الحديث: الرضا يا بنتي، ولو الرزق كسرة عيش وشربة مية، الحياة على الحلوة والمرة. الست لازم تتحمل لو عايزة تعيش زي ما عشنا قبلكم. بطرت حديثها فجأة قائلة للسائق: هنا يا اسطى. نزلت تتقدمها الابنة، أشارت لي بترحيب: اتفضلي معانا يا بنتي. شكرتها. تابعت ظليهما يغيب خلف الزراعات. شكرا أستاذة هبة عبدين. الأستاذ محمد عقيل. أستاذ محمد عقيل. عليكم السلام. نص بعنوان: الحكيم وصل للمدينة. شلت همي ورحت أسأل الحكيم. قال لي: يا ابني، إيه سؤالك؟ بص خلفك، الطابور مليان أنين، مليان أنين. التفت لقيت وجوه كل واحد جنبه همه. اتركنت وهم جنبي وجنب مني وخلف مني فيه هموم، والحكيم عمال يعيد، عمال يزيد، عمال يزيد. وبعد التمام قال الحكيم: اتجمعوا عند الميدان، كل واحد يرمي همه في وسط الميدان. الهموم من كترها اتبعترت وصارت جبل من هموم، ولا فينا كان واحد عنيد. قال الحكيم: اختار يا واد من غير عناد، انا شلت همي والكل شال، لو حمله كان تقل الحديد، لو حمله كان تقل الحديد. شكرا. شكرا للأستاذ محمد عقيل. والآن مع الأستاذة الأديبة الشاعرة والأم لنا جميعا الأستاذة الشاعرة رجاء أبو عيد. يعني لسه يعني سمعناها كم مرة كده بس. مساء الخير. معلش انا ما اعرفش اقول من كتاب، هقول حاجه قديمه.
قصيدة بعنوان انكسار. ارسمني فوق كل البيبان، أو على الحيطان، أو في الشوارع لجلبان، أو علي صوتك على الملأ، يمكن أعيش أتخلق. رجليا تاهت على الطريق، لملم لي صوتي من الغرق. جرت السنين من بعضها، نسيتني حتى ألمها أو أعدها. رسمت إيديك صورة تابوت، حطيتني فيه من غير ما أموت، ودفنت عمر اللي انجرح. تاه الفرح، علقت حبل المشنقة، لحظة لقا ماتت في قلبي دموع فرح، والضحكة لسه معلقة. لكن يا ريت تدور من جديد على فجر غربت شمسته، على حرف تاهت كلمته، على غنوة كل كلامها مش أي دور عليا في كل دول. لو هتلاقيني عز فيا الانكسار، أو عز كفة مدلك ساعة انحدار. لو هتلاقيني هحيي فيك الانتصار. شكرا. تسلمي أستاذة رجاء أبو عيد، شكرا طبعا لحضورك المميز وشكرا على القصيدة الرائعة. الآن نستمع إلى الشاعر ابن برفؤاد الجميل الأستاذ محمد مجاهد. جاي منين؟ ما ينفعش يا أستاذ محمد، أنا لازم أحب أسمع. كتبت اسمي فوق سحابة بعبير إيليا، وأما السما مطرت فاح العبير، ولقيت اسمي مكتوب على كل وردة طالتها حبة ندى. سألتك امتى نتلاقى؟ مدام الدنيا فراقة وغراقة موجات العمر، بتحدفني على شطك، تغربني في أحضانك، بتحدفني على شطك، تغربني في أحضانك، وأنا اللي غزلت مئدافك. كتبت اسمي فوق سحابة بعبير إيديها، وأما السما مطرت فاح العبير، ولقيت اسمي مكتوب على كل وردة طلتها حبة ندى. غمض عينك تاكل عيش، اقفل بقك طنش عيش، اوعى في يوم تكبر في دماغك ولا تقول مش قادر اعيش. مش راح تجني الا عذابك، والدراويش هتزيد درويش. غمض عينك تاكل عيش. دنيا وفيها كتير خفافيش، وسط الضلمه ضوء تعيش، وانت شايفهم بس مفيش غير انك تهوى التطنيش. واما تفكر يوم وتقول مش هتلاقي حق الفول، اما هتسكن حضن الغول او هتعيش من غير ملاطيش. غمض عينك تاكل عيش. حادثه وفيها واحد مات، وانت يا دوب شاهد اثبات، لكن ادرك تقضي ساعات بين اقسام وارباب جنايات علشان تثبت حق وضاع وتصحح كل الاوضاع. هو انت ناقص اوجاع لما تعدي سنين ما تجيش؟ غمض عينك تاكل عيش. واما تكون واقف في طابور، حلمك يجي عليك الدور، فجأة لقيت قدامك طور وانت يا دوب حجم العصفور، يبقى انت عارف ديتها، اما هترجع من بدايتها او هتعافر، بس ساعتها رحت ضحية في لحظة طيش. غمض عينك تاكل عيش. شكرا استاذ محمد مجاهد. اتفضل. محمد يمكن قال حاجتين ضد بعض، مش فاهم. بيتكلم عن الزجر الاولاني، الزجر الاخراني حلو.
ده الشغل اللي هو بيعمله، اللي هو بيعمل الايام دي، اللي هو فعلا انا مقتضى عليه فريق جامد، اللي هي الحاله دي يخزي موقف وقفته كده زي ما يقطع ومش عارف حاجه، قال لك اما اقول انما الشغل اللي هو بيعمله ده هو ماشي في تجربه اللي هي البدايه اللي قالها، بس اللي في البدايه تجربه نسر بالعاميه خلاص. فدي تجربه جديده عليه لسه يبدأ في كتابتها يعني وفي تحضيرها كمشروع. الجزء الزجلي بروحه بقى خلاص الأخير اللي هو قاله هو اللي ماشي عليه. يعني محمد على طول في المنطقة دي وعايز يخرج منها ومعرفش. يعني هو للأسف الزجالين بيعتبروا إن الدجل مرحلة أو عيب، وابدأ إن أنا أنتقل منه بقى أكتب عامية، أكتب نثر، أكتب مربعات، أكتب، مع إن الزجل بداية أو روح شعر العامية هو اللي بيحارب الوضع ده بدايته يعني. ويا ريت نعمل له يعني نطرح له أصلا يوم، لأن الموضوع كبير جدا عن الزجل. أستاذة رجاء قالت نص ما يميز كتاباتها يعني عشان هو برضه ايه يعني انا سمعت نص النص وسمعت نص القصيده للاسف تليفون انا اسف، نص القصه ونص بس ما يميز استاذه رجاء بتكتب على بحر تفعيلته صخبه جدا. يعني تفعيلته اسمه تفعيله الخبر متاخده من المتدارك اللي هي فعل. ولكن كتابات مدام رجاء لما تيجي تسمعها اصلا تحس ان هي معطله التفعيله، تحس ان مفيش الصخب والسرعه اللي موجوده، وده يميز كتاباتها ومعرفش ازاي، وهي الوحيده اللي في مصر اللي بتعمل كده. هتجني يا ريت يا اخوانا ما رحتش لندن ولا باريس، ده هو اللي كانت بتقول منه استاذه رجاء حاجه بيرم بالايقاع دون عامل ازاي، واستاذه رجاء معطله تفعيله هي فدي موهبتها. استاذه هبه ده اللي كنت بقول عليه بقى. استاذه هبه مجموعتها اللي فازت دي خلاص نعيد تاني ان مجموعتها دي اتناقشت قصه يعني كانت تيجي تكتب القصه وتيجي كنا عاملين مرايات وبعد كده عملنا ابحار وكنا نقعد في القصه وترجع المره الجايه. احنا كنا بنعمل لكل واحد يجيب من العمل 10 اعمال. استاذ نبيل مشى كنا بنجيب من العمل اللي هيجي يقول ما يقولش كده خلاص يجيب 10 اعمال هتتوزع على الناس وكل واحد هو قاعد بالقلم وبيقول للأديبة، وهي برضه هي الناقدة الأولى والأخيرة لعملها برضه، ولكن مجموعة ناس موجودة بتثق فيهم توصل المجموعة إن هي تفوز بأكبر مسابقة ثقافية موجودة في مصر ومركز أول، والأول مرة في مدن القناة أصلا إن ده يحصل. فإحنا نرجع للأمسية، بس أنا بدلل على مناقشة الأعمال بتوصل للي عايز يستفيد يعني. معلش اسمح لي اتكلم كلمتين بس. ما تعرض محمد إلهي، انا شايف انه محمد إلهي موهوب قوي في الزمن وبيعمل حاجات جيده. صحيح هو شايل ايده شويه وخايف زي ما قال فاروق ان المساله ممكن تبقى انا داخل طب اطفال عشان اتعلم وابقى دكتور للكبار، وده خطا عمره اللي ممكن يخسر بيه موهبه عظيمه. يعني ناس كتيره قوي الزجل عمل منها اساتذه كبار زي مثلا بديع خير عمل كل انجازاته بدايه بالزجل، نص شغل بلد التونسي. فانا زعلان انه ليه مش عايز يبقى افضل زجال
اقليم القناه مش بورسعيد. ليه مصر اسيب منطقه انا فيها عالي قوي واخش ازاحم الاخرين في منطقتهم عشان اثبت ايه؟ يعني انا حسام حسن هداف، ايه اللي يخليني اقف جول؟ عشان مثلا اقول من احسن حاجه انا بعرف اقف جول، ايه الميزه؟ طالما انا عندي منطقه تفوق انا عارف فيها، ليه ما بعلاش كمان؟ ايه اللي يخليني اخش مع محمد فاروق او محمد رؤوف مثلا؟ ايه الميزه؟ طالما انا عندي تميز غيرهم، هم ما بيشتغلوش في المنطقه دي. طيب هل ده لو هو نماه وكان اكثر جراءه وكان اكثر قدره على اقتحام المشكلات وكان اكثر قدره على صور جديده ومواضيع جديده احنا بنعيشها، هيبقى مطلوب اكتر منهم واكتر من ناس كتير في بورسعيد. عشان كده انا الكلام ده قلته كذا مره. في مشكله، معلش يا استاذ جمله بس، في مشكله، في عندنا شعراء عظام قوي بس شعراء منتديات. ممكن يبقى قوته في 20 واحد قاعدين في النادي، 30 واحد في النادي، حلو قوي. انما بورسعيد فيها مليون مواطن، بقيه المليون دول ممكن يسمعوا ايه؟ غير الزكي. فهنا انت بتخاطب 20 واحد يقولوا كويس ولا بتخاطب الناس كلها؟ طيب يا مجاهد، اذا كان عندك القدره انك تخاطب الناس كلها، ليه مصر تبقى صفحتين مع 20 واحد او ديوان يتقرا في مكتبك؟ ليه؟ طالما انت لديك هذا الزخم في كتابه الزكاه. دي اللي انا بقولها. اتمنى ان احنا بنخسر زكال عالي قوي. الكلام محترم جدا، اشكرك استاذ اسامه. اتفقنا او اختلفنا فهو في صالح القديم وله ان يختار. الاستاذ سيد كان ليك مداخله على نفس الامر يعني؟ تمام. اختلاف يعني؟ وانا عايز اقول ان احنا لو اتفقنا او اختلفنا فده الجميل ان احنا نختلف. اتفضل. هو بس يعني وجهة نظر شخصية للأستاذ أسامة، بعيدا عن أي جنس أدبي، أنا عندما أجد نفسي كمبدع أجهز فصحى وخلاص مش قادر أعطي فيها مرة أخرى، لابد أن أهجرها. فإذا ما رأى محمد مشاهد في نفسه انه افلس كمبدع، طبعا الافلاس ده بالنسبه للمبدع حاجه يعني هيبقى دعايه مش ممكن، ان هو ما يطلعش ابداع جديد من روحه بهذا الاطار او بهذا الشكل، هذا جرم. ما المانع؟ انا سبت بكتب قصه الناس ولسه اهبل فيها، يعني ايه المشكله؟ ماشي. شكرا استاذ سيد. احنا في اسم معانا امنيه سمير موجوده؟ امينه الله، دي عايزه صوره دي. تعالي جنب لا تقف هنا بقى قدام البتاع كده. قدام الترابيزه كمان قدام الترابيزه هنا. السلام عليكم. هقول قصيدة عن مفتتح في حب مصر. لما نيلك يجري فينا يبقى بعد العصر يسر، وإن اسمك بينادينا نبني ليكي ألف قصر، وإن حزنك يبقى منا يبقى فرحك لينا مصر، وإن أقول كلمة عظيمة يبقى معنى الكلمة مصر.
تربي فيك ولاخواتك مثل. روح يا واد الله يعينك، روح يا واد وارجع بطل. الولد كان متوقع انه زي ما راح هيرجع، وانه لو هيموت هيبقى اللي قتله من الاجانب من الصهاينة. عمره ما كان متوقع تيجي ضربة غدر خير، واللي أصعب من الأجانب الديابة في كل جانب. هما ما سموش عليه مصر وقفت ليه تسمي. قال لها يا مصر قومي ارسمي علمك بدمي. احضنيني المرة الأخيرة، موتي ولا تبقي أسيرة. احضنيني قوي يا أمي، احضنيني كأن عيل عمره ما كان متخيل إن ناس تفرح في موته. بس صوته وهو بيقول الشهادة، هو ده اللي اتمنى يحصل حلمه من ساعة الولادة. يا بلادي مادام هموت يبقى موتلك، يا بلادي ما تزعليش من مشاكلك. روحي شكلك واسعة طهرة شايفة بكرة. هبقى سيرة وتفضلي مصر الكبيرة، هبقى صورة بالشريطة وتفضلي مصر البسيطة اللي بتودع ولادها. زفة في كل الشوارع والأمل في عينينا راب. يسألوا ابن اللي طالع نفسك في ايه، هيقول لهم نفسه بأزرع. ودي بقى من عمه، خديها من عمه. هو يعني بصراحة الطفل لما بيبقى موهوب، يعني أنا متوقع طبعا أمينة، أنا متوقع يعني أمينة أنا متوقع إن هي تكتب عن في حاجة في دمها يا جماعة بتقول شعر. يعني هي في حاجة في الجينات بتاعتها بتقول شعر. فأنا متوقع إن هي ممكن كمان سنتين 3 4 5 تتلاقوا أمينة دي شعر. أستاذ محمد فاروق عايز يقول كلمة. طبعا أمينة أنا عايز أكلها. كنت بحكم مسابقة التربية والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي. فبصراحة ابتدائي وإعدادي كانوا زي أمينة كده. فمين هديله ومين ما اديلوش؟ قلت لهم كلهم ياخدوا، واتعمل لهم حفلة في القصر هنا، وكلهم أخدوا شهادات وجوائز. بداية أي شاعر كان يقولوا لنا زمان إن الشاعر يحفظ 40 بيت ثم ينساهم ويبدأ إن هو يكتب. فبداية الشعر حفظ. فعلموا ولادكم كده. يعني أي حد عنده طفل ما يقولوش خد اكتب أو خد، لا، خليه الإيقاع. هي دي الفكرة، إن هي بتغني، عندها الإيقاع موجود وفاهمة هي بتقول إيه، وبتقف عند المناطق وبتنهي إزاي. برافو عليك يا أمينة، تحية كبيرة لأمينة. من أمينة سمير إلى أمينة الدين. أستاذة أمينة الديب الشهرة طبعا أستاذة منى الديب، بس أنا حبيت إن أنا أقول أمينة لأني سعيد جدا بأمينة سمير، أول مرة أسمعها. اتفضلي. قصة قصيرة بعنوان هي.
يخاف غدره وقسوته بالرغم أنه نشأ وترعرع في أحضانه. كان يعمل مع والده البنبوطي على ظهر المركب الصغير الخاص بهم لنقل السائحين وبعض مستلزمات الميناء إلى المرسى والعكس. حدثت له حادثة وهو طفل صغير في أحضان هذا الوحش الكبير الذي ابتلعه، يحبه ويعشقه هدوءه وحكاياته المثيرة من كل أنحاء العالم، ولكن تملكته فوبيا البحار. ظلت هي عالقة في مخيلته حتى أينع وأصبح شابا وسيما ممشوق القوام، فهي منقذته الوحيدة الذي لفظ بها موجه الثائر وهو في أحضانها. شكرها الجموع على شجاعتها وإنقاذ محمود. علقت في أحلامه ويقظته. استجابت السماء لدعائه، وكانت إحدى السائحات في مركبه الصغير لنقلهم لمرسى الميناء. بدأ خجله ووقاره وتلعثم، وقبل أن يتفوه لاحقته بابتسامة عريضة: نعم يا محمود، أنا منقذتك الفاتنة. أنه يعرفها بهذا الاسم كما كانوا يطلقون عليها. كاد أن ينخلع قلبه من تعاقب ضرباته التي تصارع حبه الدفين. الدهشة عقدت لسانه. أما زلت كما أنت من أكثر من 20 عاما؟ فنحن نتقارب في العمر. كل عباراته محبوسة داخله. أمسكت بيديه معلنة حبها وعشقها له، فإنها ترغبه بعد إبرام اتفاقية الحب، وهي إعانته على الغوص والسباحة لقتل فوبيا البحار. تعجب: وكيف عرفت؟ أجابته: كل شيء، كل شيء. أجابته: كل شيء أعرفه عنك. وهو يعلمها تعاليم الدين الإسلامي لتعلن إسلامها وأن يعيش معها في أي مكان تختاره هي، فهي تعشق أي مكان ساحلي. وبعد أن نجحت شروط المعاهدة لإبرام مراسم الزواج، اختفت بياضة ومحمود إلى ما لا نهاية. شكرا. شكرا أستاذة منى الدين. الشاعرة الأستاذة صفاء الشريف. مساء الخير عليكم، واعذروني بس ان الارتباك بسيط لان بقى لي فتره كبيره ما بقولش. وسط الخلا مال الشجر ضلل على حبة رمال متجمعة، محفورة فوقها قلب وسهم اترشق، جوه ضلوع الأمنيات بيزفها لاجل لما تبقى حكاية من الحواديت. والرمل حوالين الجذور ناصب عزا، شايف نهاية كل حبات الطريق، مروي بدموع مسموع صوتها نحيب. البنت فرقت والجدع عاشق، والسهم بيقدف وقت المطر، كون جزيرة وسط قنات الأهات.
والسهم بيقدف وقت المطر، كون جزيرة وسط أنات الأهات، مال الجدع على جذع متحني، بروح حبيبته اللي هنا كانت، والعطر فاح من وسط كام زهرة، يشبه عبرها لما تتمخطر. زلزال وحاضن لسه دقاته، والله عاشق والزمان قلاب، بيسيب في روحنا لما تتعلق، والبعد وقت الهجر ليه ضعفان، سكران بلمسة كفها وقت السلام، محموم بحب البت للآخر، يبعد بعيد جايز هينساها، واما الوجع يشتد هيقويه، لكن انسحاب الحب من قلبه صابه بحنين ملبوس، نداها راقدة وسط أوراق الذرة ونفس هيئتها، وعينيها بصاله، عينه تتوه توصل لإحساس اللقا، وبنبض قلبه البكر بيغمض، متهيئاله بكل شيء فيها، حتى خطاوي البت والخلخال بيرن في ودانه، ويدوس بقدمه يهد في صوان العزب، مجذوب وتايه وسط كام عاشق، لا لاقي شجرة ولا الطريق كان رمل. معلش لا جميل، شكرا الاستاذه صفاء، من زمان فعلا ما سمعناهاش. الاديبه الاستاذه سهام الويلي. ربنا يخليك. لا انا كده والله انا مستعجل كده. ايه؟ شاعره؟ يعني الاستاذ سيد منصور بيسال شاعره؟ هتكتب شعر فصحى واستاذه سهام يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا ما هو انا عارف بقيت الناس انا عارف استاذه سيده اللي كاتب اسمه قصة قصيرة بعنوان العصفورة والسجان. أهداني سوارا ذهبيا في حفلنا، وبذا أكمل تكبيلي الذي بدأه منذ فترة وجيزة، وكانت البداية. طوقني مرارا وتكرارا بعدها، كنت هائمة في حبه بكامل إرادتي المسلوبة، حتى أصبحت أسيرته المطيعة كما أراد، فقد صال وجال في قناعه المزيف لينال ما يرغب. وبعد أن تم المراد تبدلت الأحوال. في يوم ما بينما كنت معه خارجا، فإذا به يتركني ليتحدث مع آخرين ثم عاد إلي. لم أنس مولد لمعة غريبة استقرت في عيني، لم أتعودها ولم تكن موجودة عند ذهابه. لم يبل يوما بخاطره أنني سوف أكتشف سره. بحثت عنها، تلك التي كانت بحضرتهم. بعد عناء التقيتها مصادفة، في لمحات خاطفة متفحصة أزيلت الغمامة. كانت ترتدي سوارا ذهبيا كسواري، دون كلمة كانت المواجهة بين السوارين. هالني عدم اكتراثها ثم ابتعادها. تنبهت إلى طفلين بجوارها، أمرتهما بالسكون قليلا، وأتت إلي قائلة: لو أن لديك وردتين مثلي لهانت عليك المصائب مهما عظمت. رأيت قلبها الأبكم ينزف صارخا، فأخرسته بنظرة كبرياء إلى من يشدان أزرها. قلت لها: ستظلين الأقوى بهما. خلعت القيد الذهبي وألبستها إياه، وعدتها قائلة: سيزهر بستانك من جديد، سأتحرر من زنزانتي وأعيد السجان. شكرا لك. والله حاجة
في يوم من الايام كانت السرد، والسرد كان بيتمثل في القصه القصيره في بورسعيد. يمكن بنتكلم في اجيال استاذ قاسم عليوه كانت هي الاكثر في العموم. كان كتاب القصه يليهم كتاب الفصحى، وكان الاقل هم كتاب العاميه. كان عندنا بجد كان عندنا الموضوع عريض جدا في القصه القصيره. فانا مبسوط جدا ان انا النهارده بسمع نماذج موجوده ومختلفه وكلها على مستوى عالي. طبعا انا ببارك طبعا لخلف برضه، ده بجد مسيرتنا. السنه دي عندنا اديب شاب دخل القائمه القصيره لجائزه الدوله التشجيعيه. تحيه والله. ودي تحيه تشجيع، انا ما بحبش حد ما بيكسبش، ما بشجعهمش. وباذن الله الجاي قدامك لسه باذن الله لغايه 40 سنه باذن الله ان احنا الجائزه دي تكون بورسعيديه باذن الله. خلف استاذه سيده ها ماشي. استاذه غدا اسم حضر لنا حاجه. خلاص حضر لنا حاجه. هنسمع استاذ جمال فراج. أول حاجة بسيطة كتبتها من 20 سنة أو 25 سنة فاتوا في مسرحية من مسرحياتي. تركتنا للحزن نهبا وطنا. لا مسرحية بعدين ما تركتنا للحزن نهبا وطنا وذهبت نحو العالم الوضال، والآن قد حان الرحيل، فهل ترى بعد الرحيل نذوق طعم هنا؟ ما الذي تعنيه من هذا النضال؟ أظننت أن الصد من سحر الدلال كنت إلهام وحب ونضال، إنما الآن حديث وخيال. عد كما كنت فالإخلاص محال. واحدة تانية برضه من 20 سنة فاتوا. ماشي. واحدة عن إيزيس وزوريس، كنت بقول فيها قال القدر كلمته والقصة على الجدران، والنيل خطف قصته والغدر كان عنوان. نور يا تاريخ شمعته ده كان في يوم إنسان، نور يا تاريخ شمعته ده كان في يوم إنسان. طبعا استاذ جمال يعني انا سعيد جدا بصراحه ان انا شفته النهارده، لان يعني انا يمكن بقالي اكتر من سنتين واكتر يمكن ما اتقابلتش بيه وما سمعتوش من زمان. فبنشكر استاذ جمال على حضورك المميز، وطبعا لازم تكون موجود معانا كل اسبوع ان شاء الله. الان عوده الى الاستاذه غاده ابو عيد. معلش اعذروني انا طبعا بلا جديد حاليا. كل اللي بيطلع لازم نستحمل بعض. هي الفكره ان انا ما عنديش جديد فبدور على حاجه ما زهقتوش منها، لو حضرتك طبعا. قصيده لم تكتمل. في اول بيت يسرق منك النبض وبعض الانفاس، ويمرر عبر الاورده اسرارا اوهاما احلاما تبحث عنها في كل الاسفار، في انغام العود ما بين الاوتار، في القلب النابض بالامل رغم شجون الياس، في يوم آت لم يأتي، في امس كان ولن يرجع، في لغز يغويك ما بين سطور الاوراق، بمصير الشمس الغائبه بدروب الفجر الراحل منذ قرون، لتدور بافلاك خارج اسوار الزمن وحدود الاكوان. حين يعود النبض
يذهلك جنون النفس المارقة إذ تتركك فوق المسرح مشدوها لا تدري كيف انسلت من بين الأخياط. كنت تقود المشهد وتحركها بأناملك حيث تشاء، لكن الشيطان نفث فيها بعض الأشياء فانفلتت، ثارت واختارت أن تتمرد، لن ترجع بين عرائسك، وأنت ستعود لمقعدك لتشاهد آخر نشرات الأنباء وتصفق معتبرا أن الأمر مثير. تعجبك اللعبة، تترك مقعدك وتعود إلى المسرح، تسلم أطرافك للأخياط. أنت الآن الماريونيت، والنفس المارقة تأخذ بخيوطك، تلقيك بأودية ملأى بالحيات لتراقص واحدة تلو الأخرى، معتذرا أنك لا تملك أمرك. تستعذب أنغامك والرقصات، تسقط وسط الكلمات وتغيب بآفاق لا تدري آخرها، لتفيق بآخر بيت ولسانك معقود والقلم بعيد وقصيدتك لم تكتمل. شكرا. رائع طبعا. استاذ محمد فاروق عايز نص يا استاذ سيد، ده ما يتسابش بصراحه. طب تعالى هنا، تعالى طب عشان البدء. بص انا عايز اربط بس بين استاذ جمال طبعا، يعني عشان الموضوع ده يا استاذ اسامه لازم يكون، ومجلس اداره نادي ادب بورسعيد لازم يكون امانه عندكم. المسرح حاليا يعني بيفتقر للدراما او الكتابه او النصوص، فبدأ المسرحيين نفسهم ان هم يلجأوا لده، مع ان انا شايف ان الكتابة المسرحية او النص المسرحي اصل اصيل عندنا في الادب هنا. فازاي نعمل ده؟ في يوم من الايام اقترحنا اقتراح ان احنا عملنا ده في نادي ادب بورفؤاد، وان احنا نجيب مخرجين يتكلموا عن المشاكل اللي بتواجههم وليه بيلجأوا للنصوص العالمية، وحتى ليه هم بيحطوا ايديهم في الورق. وقلنا نجمع كتاب السرد اللي موجودين هنا في بورسعيد ونشوف ايه المطلوب. ولكن طبعا